أنا أجريت لي 37 عملية بخطأ طبي. كان وزني 140 كيلو، فلما أجريت العملية وأدخلت المستشفى على أساس أن تزال الثلاث أرباع الكبد المتشمع أن يزال، ويبقى الربع الأخير ثم ينمو. الطبيب مدير المستشفى عميد كلية الطب لم يقرأ الملف، فأخطأ وأزال المعدة والأمعاء الدقيقة. لا حول ولا قوة. الآن بعد المعدة وبعد الأمعاء الدقيقة خرجت من المستشفى، أو خرجت من العملية بعد 18 ساعة إجراء للعملية، وأنا أظن أني قد أجريت لي عملية لإزالة الكبد. بداية اكتشفوا أنهم قد نسيوا حديدة في بطني. يعني أنا خرجت من المستشفى بدون معدة، بدون أمعاء دقيقة. الآن أنا لا أجوع ولا أشبع ولا أروى ولا أعطش، فقد جميع أنواع المشاعر التي يتمتع بها البشر. درجة حرارة جسمي في الشتاء أتجمد من البرد مهما جعلوا علي من الغطاء، فلا بد أن يكون الجو مكيف. دخلت المستشفى حتى يخرجوا الحديدة، أقل شيء حتى أبلع ريقي. الإنسان يبلع من ريقه كل يوم 2.5 لتر تقريبا. أين 2.5 لتر؟ لو علقت على رقبتك ما تستطيع تعيش. أنا مكثت 4 شهور ما أستطيع أبلع ريقي. أمسك كأس وأبصق فيه، ما أبلع ريق. الريق يبلع لا إرادي، يعني لا أبلع ريقي، يعني لا أنام، لا أتكئ، لا أستطيع أن أقبل ابني، لا أستطيع أن أجلس مع ضيوفي، وإذا جلست بالبصاق. فكيف تكون العلاقة بينك وبين الناس؟ ما شكرنا الله عز وجل على هذه النعمة. فالطبيب اتخذ إجراء حتى يخفف عني هذه المعاناة وأستطيع النوم، فأوقف اللعاب من النزول، لأن اللعاب ينزل وأنا ماذا أفعل؟ لا أستطيع أن أبلع، فأخرجه. فأوقف اللعاب، تشقق الفم واللسان وبدأ النزيف. دخلت المستشفى هذا الذي ذكرت وجلست فيه 40 يوم في حالة وفاة كاملة. 38 وحدة دم كانوا يجعلوها في جسمي ويصبوها، ولكن تذهب مع النزيف ولا يعرفوا أين مكان النزيف. الإنسان الطبيعي فيه 6 وحدات دم تقريبا أو 8 حسب الحجم. 40 يوم ما استطاعوا أن يغلقوا الجروح. إذا كنت أشرب بعد أن أزالوا الحديدة هذه، إذا أشرب يخرج كل ما أشرب من هذه الفتحات، مثل يعني قصة عمر بن الخطاب لما طعن كيف أبدا مباشرة، يعني أشرب عصير أصفر يخرج أصفر، كل شيء من هنا. فكان الله تبارك وتعالى يعني رحمته بنا عظيمة سبحانه وتعالى. كل فترة وفترة أفقد بصري وأصبح أعمى. في ليلة استيقظت في المستشفى فإذا رجل كبير يضرب ولد صغير ويمنعه من النوم، فأنا نهرته فقال لا تتدخل، وجلست على سريري حتى لا يضربني، لكن ضرب الولد مرة ومرة، والرجل يجعل الغلام يركض في ممر المستشفى، والرجل يذهب إلى السرير ويرقد. وإذا جاء الغلام، طبعا أنا ما كنت أنام، إذا جاء الغلام مسكين يتلبد يريد أن ينام بجوار والده من التعب، فإذا استيقظ الوالد وجد الغلام بجواره يضربه ويمنعه من النوم. فزاد عندي يعني الضيق. لماذا هذا الظلم؟ أنت تنام وهو لا ينام، حتى أنني ظننت أن الرجل هو المريض. فعندما سألت قال يا شيخ نحن جئنا للمستشفى لأن الولد توقفت عنده الكهرباء التي تشحن القلب، فلا بد أن يستمر في الحركة حتى يبقى القلب ينبض. فرأيت الولد بعيني، ما أحد قال لي، يطعمه والده وهو يمشي. و3 أيام إذا جاء الولد متعب يقول ويصرخ لأبيه أريد أنام، والوالد يبكي ويمنعه من النوم. كم كانت كسرة الوالد وهو يعني يعلم بتعب ابنه،
ولكن ما يستطيع أن يسمح له بالنوم بسبب هذه الحال، لأنه لا يريد أن يفقد ابنه. بقي 3 أيام ثم أدخل إلى العملية، وجعلوا له منظم للشحنات الكهربائية. وأنا يا ربي ما ذكر في بالي منذ أن ولدت أن أشكرك على هذه النعمة التي ما خطرت ولا تخيلت في لحظة أنني بحاجة إلى كهرباء. اللهم لك الحمد على كل هذه النعم التي لئن سلبتها مني فإني لا أستطيع أن أنكر عليك سلبها بسبب عدم شكري الحقيقي لها. أسألك يا ربي أن تتوفني مسلما وأن تلحقني بالصالحين. صدقت الآية اللي بتقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ عرفت قد إيه أنت عندك كم من النعم ممكن في لحظة واحدة بس كل النعم دي تروح لو ما صنتهاش وشكرت ربنا عليها؟ عرفت معنى الآية اللي بتقول ولئن شكرتم لأزيدنكم؟ سيدنا سعد رضي الله عنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي رفع إيده وقال اللهم استجب لسعدا إذا دعاك. كان سيدنا سعد مستجاب الدعوة، كان كل الناس لما حواليه ادعي لي ادعي له ويتحقق. لما كبر في السن ذهب بصره بقى أعمى، فابنه راح له في يوم من الأيام وقال يا أبي أنت رجل مستجاب الدعوة، بصرك بين يديك في دعوة، ما تدعي ربنا يرجع عليك بصرك. بص بقى فقه الصحابة، قال يا بني والله هذا دعاء لا أدعو الله به أبدا. قال ولما؟ قال أفيرضاه الله لي ولا أرضاه لنفسي؟ والله لا أدعو والله لا أدعو لقضاء الله أحب إلي من بصري. شفت فقه التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى؟ مش هقول لك ليه ربنا بيعمل معايا كده، هو اشمعنى أنا اللي ربنا ابتلاني بده؟ لا، هو عارف كويس معنى الآية اللي بتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت مش محتاج 100 داعية يكلمك ويقول لك اوعى تبطل تقول بلسانك وقبليه بقلبك دايما وأبدا في الصبح والليل في كل لحظة الحمد لله. وهقول لك على دعاء أختم بيه، حافظ على نعم ربنا اللي عندك ويزيدها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فحافظ دايما على الدعاء ده، واوعى تمل من ان انت تقول الحمد لله رب العالمين.